لو فاكر كده ان كل الخطوره خلصت فانت غلطان. الخطوره الحقيقيه ان تاثير الفراشه ده شغال 24 ساعه في الخلفيه وانت مش واخد بالك. طاقتك، علاقاتك، فلوسك، مستقبلك، كلهم بيتحددوا بالقرارات التافهه دي. قرار مثلا زي انك تمسك موبايلك اول ما تصحى بدل ما تشرب كوبايه ميه، ده بيبرمج مخك على التشتيت طول اليوم. قرار انك تجامل صاحبك على حاجه غلط بيعملها، ده بيبني علاقه مزيفه بتنهار عند اول اختبار حقيقي. كل كليكايه، كل كلمه، كل جنيه بتصرفه هو رفرفه جناح. طب والحل ايه؟ هل نستسلم بقى ونقول هي كده خربانه وكده خربانه؟ لا طبعا، الحل بسيط جدا ومخيف في نفس الوقت. ابدا راقب الرفرفه بتاعتك. مش هقول لك غير حياتك، هقول لك غير اول 5 دقائق في يومك، غير رد فعلك في اول 10 ثواني من اي موقف عصبي. يعني ايه؟ يعني بدل ما اول حاجه تعملها لما ترجع من الشغل هي انك تفتح الثلاجه وتضرب اي حاجه قدامك، خد قرار صغير شويه انك تشرب كوبايه ميه الاول. حركه بسيطه اهي، بس بتدي اشاره لمخك بالتحكم وتخليك تفكر بهدوء في اكل صحي اكتر. وفي الشغل قبل ما تبعت اي ايميل مهم او ترد على مديرك وانت متعصب، عد من 1 ل10. بس كده، ال10 ثواني دول هم رفرفه الفراشه بتاعتك. ممكن يغيروا كلمه واحده في الايميل، الكلمه دي تغير مسار علاقتك بمديرك تماما. وسط اصحابك لما هتلاقي نفسك هتجامل حد مجامله كدابه عشان تريح دماغك، جرب لمره واحده بس تقول رايك الحقيقي بس بلطف. الفراشه دي ممكن تبني علاقه مبنيه على الصراحه والثقه بدل النفاق. الفكره كلها مش انك محتاج قرارات عظيمه عشان توصل لنتائج عظيمه، انت محتاج قرارات صغيره جدا ومتسقه بتعملها كل يوم. الفرق بين الشخص الناجح والشخص الفاشل مش ان الاول عنده قوه خارقه، الفرق ان الاول بيعمل رفرفه الفراشه الصح كل يوم والتاني بيعمل رفرفه غلط وعشوائيه.